السوفيت ستايل واحدة من أقوى مدارس الملاكمة في العالم، إن ما كانتش هي أقواهم. وكلامي ده مش تفخيم أو تعظيم فيها وخلاص، لأ، الكلام ده حقائق ومثبت. فأنا هكتفي إن هقولك 3 أسماء فقط عشان تعرف يعني إيه سوفيت ستايل. 1. أولكسندر أوسيك. 2. فازيلي لوماتشينكو. 3. وهو أفضل من طبق السوفيت ستايل ويعتبر هو الأيدول بتاعه النهاردة، وهو ديمتري بيفو. ومش كده وبس، فانت برضو لو جيت تبص على ملاكمة الهواة هتلاقيهم هم اللي مسيطرين ومكتسحين العالم كله. زي ما انت شايف كده، شوف كام ميدالية ذهب كازاخستان اوزبكستان، والاتنين دول بيطبقوا السوفيت ستايل كما يقول الكتاب. طيب ازاي وصلوا للمرحلة دي وايه هي اسرارهم؟ وهو ده اللي هنعرفه النهاردة، فركز معايا واعمل سيف للفيديو ويلا بينا. في البداية كده وبسم الله الرحمن الرحيم، لازم تعرف إن السوفيت ستايل ده كان علم كامل، علم كامل وبالمعنى الحرفي. فكان في أساتذة جامعيين متخصصين في الملاكمة فقط بيدرسوها وبيألفوا موسوعات علمية عنها، وبيبحثوا في علم البايوميكانكس اللي هو الميكانيكا الحيوية، وبيعملوا اختبارات دقيقة على الملاكمين، وبيستخدموا النتائج دي علشان يطوروا أكثر الحركات فعالية وكفاءة. فإحنا هنا مش بنتكلم عن حاجة عشوائية أو جت باي لك، دي علم ودراسة ومنهجية. والبداية يا شباب كانت في 1918 لما تم إدخال الملاكمة للجيش لبناء الصلابة الذهنية والجسدية للعساكر. فالملاكمة السوفيتية كان ليها أصول فريدة وتطور خاص، لأنها نشأت لوحدها في داخل الجيش وتطورت داخل حدود الاتحاد السوفيتي فقط. وعلى الرغم من أن الملاكمة الاحترافية ما كانتش مسموحة في الاتحاد السوفيتي، إلا إن جميع النزالات كانت بتجرى وفقا لقوانين الملاكمة الاحترافية. وبعد دخول الملاكمة الساحة الأولمبية أصبحت الملاكمة جزءا من الثلاثي المقدس للرياضات السوفيتية، اللي هي كانت الملاكمة والمصارعة والجمباز. ومع مرور الوقت طور الاتحاد السوفيتي طرق تدريب مميزة وما زالت بتؤثر على الملاكمين الأوكران والروس لحد النهاردة. Просто прямыми продолжает Дмитрий действовать. طب يا كوتش، بعد كل ده إيه المميز يعني في السوفيت ستايل عن غيره؟ وهنبدأ بفن الاسترخاء أثناء اللكم. واحدة من أهم خصائص الملاكمة السوفيتية هي فن الاسترخاء أثناء اللكم. When you press your fist against your chin, you get tensed. Let the hands hang free. Look me shine. Let them hang. Do not press them. Clench your fist. Look at my shoulders are dangling, but my fists are not.